النهاردة ان شاء الله هنفرز الملوخية مع بعض من غير سلق، من غير شوربة، من غير كربوناتو، من غير اي افتكاسات، بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين مع بعض. وانت بتجيبي الملوخية يا حبيبتي جيبي الملوخية اللي ورقها عريض علشان ترمي معاكي ملوخية كتير. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. دول كده جبت الملوخية، وقبل ما اغسلها بقطفها الاول كده، قطفتها كلها وبتسيبي فيها كده العين الرفيع بتاعها ده علشان تعمل عرق معاكي. خلاص كده انا غسلتها وسبتها لما نشفت خالص. الاول حطيتها في مصفى نزلت ميتها، وبعد كده نشفتها بفوطه. هجيب بقى الكبه وافرمها فيها ونشوف احنا هنعمل ايه. لو عجبك الفيديو حبيبتي متبخليش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك جميل زيك يشجعني. كده حطيت الملوخيه في الكبه، والكبه ديت ميزتها ان هي بتفرمها زي المخرطه بالظبط، كأنك خرطها بالمخرطة. هنشوفها دلوقتي مع بعض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده أنا بفرمها كده بفرم متقطع. ما أناش عايزة الكبة تفرمها خالص، تعصرها أو تطحنها، لأ، هي بس عشان تبقى زي فرمة، كأنك بس بالظبط خرطها بالمخرطة. وهي دي ميزة الكبة دي في كده. دلوقتي فرمت اول شوية حطيتهم فيها اهم، شوفوا نازلين ازاي. شوفي يا حبيبتي نازلة اهيت كأنك بالظبط خرطها بالمخرطة، جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده اخلص بقى كل الكمية بتاعتنا كده مع بعض. بقولك هنا حط لايك يا جميلة. من غير ما نسلق، من غير شوربة، من غير كربوناتو، من غير بيكنج باودر، من غير ليمون، من غير اي حاجة خالص، بمنتهى السهولة هتعمليها وانت واقفة، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. هنا كده كنت نسيت في اول الفيديو بفرجك كده، انت بتقطفيها اهي، بتسيبي فيها العنق ده عشان تعمل عرق معاكي. واخر حاجة كده اللي هي الزهرة او الشوشة ديت بنسيبها كده. كده خلاص انا خلصت كل الكمية بتاعتي ما شاء الله. شوفوا خضار الملوخية وشوفوا جمالها، خرطها بالمخرطة ما تصدقيش ان هي بتكبة. كده بفضها كلها في طبق، وهنشوف احنا دلوقتي هنعمل ايه مع بعض عشان نفرزها. خلاص كده انا خلصت، ودي مية عادية جدا من الفلتر بتاعك. هتضيفي كده عليها واحدة واحدة بالراحة، وتبداي كده تقلبيها مع بعضها علشان تفك من بعض كده وتبقى جميلة، وهتعمل معاكي عرق. هنشوف دلوقت. هتقلبي كده بالمعلقة الخشب، ولو عندك مضرب سلك يستحمل هتعملي بيه، لكن انا المضرب بتاعي يعني يدوب كده مش هيستحمل يلفها كلها كده بالطريقة دي. حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك. بقلبها كده، بضيف ميه بالراحه بهدوء كده شويه بشويه صغيرين، وابدا الف لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا كده بعملها بالسلك كده، بحاول على قد ما بقدر كده اعملها عن بعضها بالسلك. المضرب السلك يعني ضعيف شويه،
فما بيعملش معاكي زي ما انت عايزة. انا بتكلم بالنسبة للمضرب بتاعي. خلاص انا كده وصلت للقوام ده، مش هخففها عن كده لان انا مش حاطه فيها شوربه، ولسه هضيف لها الشوربه وانا بعملها. انت بقى حبيبتي عايزه تخففيها عن كده شويه عادي، بتبداي تحط ميه لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. انا كده كويس جدا بالنسبه لي. احنا كلنا بناخد افكار من بعض، وكلنا بنشوف الجديد عند بعضنا وبنعمله، وربنا يديم علينا يا رب نعمة الستر والصحة جميعا علينا جميعا يا رب، وينصر خواتنا. خلاص كده بدأت احطهم في الاكياس بتاعة التفريز بتاعهم. انا بعمل على قد برضو الكمية اللي انا بحتاجها، طبقين بطبقين كده، مش بكتر. ولو جالي ضيوف او عزومة او حاجة باخد كيسين علشان الحاجة ما تتبقاش وتترمي او تتهلك. بالراحة كده على قد ما باحتياجاتنا بنعمل. الاكياس برضو بتسهل عليكي، بتعرفي تربطيها وتحطها في الفريزر ما يجرى لهاش اي حاجة. بتعرفي برضو تلفها على بعضها كده زي ما نعملها دلوقتي ونعملها طبقتين. الكيس خلاص ساعة ما بتتفرز خلاص هي بتلزق في الكيس، ما بيجرى لهاش اي حاجة تاني. طريقة سهلة وبسيطة، واحنا الايام دي بندور على الحاجة البسيطة السهلة السريعة اللي ما بتكلفش الناس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك ربي واتوب اليك. خلاص كده قربت اخلص كل الكمية بتاعتي. يا رب يا كريم. هما دول انا كنت جايباهم 6 ربط كده ب20 جنيه، يعني مش حاجة. يعني احنا لو اشترينا الملوخية اللي هي بتاعت السوبر ماركت دي، الكيس الواحد هيعدي التمن الملوخية دي كله. خلاص خلصتها كده، هبدأ بقى كده اعملها بطريقتين. اول واحدة اهم حاجة بس تفرغي الهواء منها وتربطي الكيس كده من فوق وتفرديها. دي برضو بتنفع معايا كده. لو جالنا ضيف جالنا حاجة بتبقى كويسة يعني. تاخدي منها زي ما انت عايزة، كيس 2 براحتك. انا بعمل كده، مش بعمل كل الكمية بالطريقة ديت، لا، اعمل 3 كده ولا حاجة بالطريقة دي، وباقي الكمية بالطريقة اللي انا متعودة عليها التانية، بتبقى اسهل واوفر بكتير. معلش بقى صوت المطعم اللي تحتنا. خلاص كده دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية انا بفردها كده في الكيس بالطريقة دي برضو، اهم حاجة تفريغ الهواء، وببدأ اقفله كده عليها واتنيها. دي بقى باخد منها على قد لو محتاجة هعمل طبق واحد بس ملوخية، بقوم واخدة كده النص اللي انا تانياه ده وسايبة النص التاني. بتفتحيها بقى عادي وبتاخدي منها زي ما انت عايزة على قد الاستخدام والاستعمال. ممكن تاخدي طبق، تاخدي 2 زي ما انت عايزة. طريقة سهلة وبسيطة ومن غير تكاليف، من غير اي حاجة، بالملوخية والمية بس نفرز الملوخية بتاعتنا. وبكده خلصت الوصفة بتاعتنا. شوفوا الملوخية وجمالها وخضرها ما شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.